أستاذ أسامة أخي العزيز، وأدعوك إلى أن تقلب الموجة على قناة بغداد التابعة للحزب الإسلامي الإخوان المسلمين. نعم. واقرأ البصمة التي تضعها الآن على شاشتها في الزاوية اليسرى العليا. الفلوجة تنتصر كاتبين، أو مدينة المساجد تنتصر. نعم. وهم مستبشرون بما يحصل على يد الشيعة. أنا أقول لو كان الذي يحصل بأيديكم أنتم أيها الخوار أيها المتخاذلون، لو كان ما يحصل بأيديكم أيها الأنذال الذين لا تستحون، واسمح لي أن أقول هذه الكلمات لأن الجرح أعمق من التورية. نعم. مع الأسف هؤلاء لو كان ما يحصل بأيديهم لأعطيناهم ربما عذرا ودعونا إلى عدم التقاتل السني، لكن ما يحصل في الفلوجة بأيدي إيران التي تريد أن تثأر من العراقيين الذين جرعوا سيدهم اللعين الخميني كأس السم في يوم 8/8/1988. إيران لا تنسى ثأرها. ما الذي يفعل يا محسن عبد الحميد؟ ما الذي يفعل يا طارق الهاشمي؟ ما الذي يفعل يا أساطين الإخوان المسلمين والحزب الإسلامي؟ ما الذي يفعل قاسم سليماني في الفلوجة؟ ما الذي يفعل عند أعراضكم؟ ما الذي يفعل؟ لقد وقف نظام صدام حسين وهو أشرف منكم ب100 مرة أمام الهجمة الإيرانية، ولكنكم تعسا لكم، تبا لكم، قبحا لكم. اليوم أنتم تمثلون العار بصفحته الأخرى حين وقفتم مع قاسم سليماني ومع المجرم الدولي أبو مهدي المهندس. هذا الإرهابي دوليا بالطمغة الدولية وبالقرار الدولي أنه إرهابي. ما الذي تفعلون مع هادي العامري؟ وقفتم معه، ولقد صدقت مقولة حزب البعث فيكم حينما كان يقول الإخوان المسلمون عملاء لأمريكا.